الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية اللي هو 18 فبراير، ارتأت مدرسة الأمل لتنظيم أسبوع من الأنشطة لتحسيس هاد الأطفال بأخطار الطريق بشراكة مع جمعية مجلس دار الشباب وبشراكة مع جمعية الآباء بالمدرسة. والأسبوع هذا اللي يتم الافتتاح ديالو بيوم الاثنين، والختام إن شاء الله غادي يكون يوم غد بمسابقة ثقافية للأطفال. والشكر موصول لجميع الحاضرين. اسم محمد خلو، مدير مدرسة الأمل. اليوم كتحتفل المدرسة باليوم الوطني للسلامة الطرقية، بحيث أننا على مدى أسبوع ابتداء من 15 فبراير ونحن نقوم بمجموعة من الأنشطة بشراكة مع جمعية دار الشباب وجمعية آباء وأولياء التلاميذ. واليوم في المدرسة تمت مجموعة من الأنشطة بحضور ممثلي الدرك الملكي وممثلي جمعية الآباء وممثلي جمعية دار الشباب. من ضمن هذه الأنشطة أذكر أولا القيام بإعطاء دروس نظرية وتطبيقية في الساحة من طرف ممثلي الدرك الملكي الذين قاموا بشرح تشوير الطرق أمام التلاميذ، وبعد ذلك قاموا باختبار مدى استيعاب التلاميذ لهذه المعلومات التي تلقوها من طرف ممثلي الدرك الملكي. وتبين الحمد لله أن التلاميذ استوعبوا الدرس الذي قدم لهم. هذا بالإضافة إلى أنشطة أخرى قمنا بها خلال الأسبوع، أذكر منها كذلك على سبيل الذكر لا على سبيل الحصر مجموعة من الرسوم بالنسبة لتلاميذ السنة الأولى والثانية والثالثة. وكذلك سنقوم بمسابقة ثقافية بالنسبة للمستوى السادس، وسيتم توزيع الجوائز غدا إن شاء الله على الفائزين، سواء في المسابقة الثقافية أو في مسابقة الرسم التي سبق ذكرها. ولا يفوتني أن أشكر جميع الأساتذة والأطر التربوية العاملة بالمؤسسة الذين ساهموا مساهمة فعالة في إنجاح هذه التظاهرة، وكذلك منشطي جمعية دار الشباب الذين قاموا هم كذلك بمجموعة من المجهودات في إطار هذه المناسبة الكريمة. وشكرا. التلميذ الثاني هو الأول اللي تخلي له الفرق إذا طايق هاد الدراجة الهوائية ما يدخلش منطقة الطرق حتى يدوز الراكب الهوائية عاد يدخل هو كذلك كما تركنا وهكذا كنقول ضمن حركة المرور. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم ديالي شو محمد، يعني منخرط في جمعيه مجلس دار الشباب. يعني هذا النشاط هذا جا في واحد الاطار ديال واحد المذكره وزاريه جابتها لنا المندوبيه ديال وزاره الشباب والرياضه خنيفره، على اساس اننا نديروا بعض الانشطه
اللي هي هذه الانشطه كتهم السلامه الطرقيه، اللي هو اليوم الوطني للسلامه الطرقيه تيجي في 18 فبراير. وارتأت الجمعيه انها توضع واحد البرنامج اسبوعي، وهذا الاسبوعي فيه مجموعه من الانشطه، وتتجلى في اليوم الاثنين اللي هو 15 فبراير قمنا بواحد الورشات الرسم للاطفال يعني صباحا مساء. واليوم الثلاثاء كانت حمله تحسيسيه يعني حول السلامه الطرقيه والاخطار ديال الطريق. واليوم الاربعاء كانت لوحه تعبيريه حول السلامه الطرقيه، وكانوا ما يسمى باناشيد تنشيطيه والعاب ترفيهيه بالنسبه للتلاميذ باش نخرجوا من هذاك الاجواء ديال الدراسه. اليوم الخميس كان تحضيرات لهذا اليوم هذا اللي هو اليوم ديال الحلبه لتعليم السياقه بحضور الدرك الملكي وبحضور ممثلين ديال جمعيه الاباء. وتنشكروا جميع المساهمين يعني جميع الشركاء اللي ساهموا في انجاح هذا النشاط هذا، يعني ساهموا في انجاح هذا الاسبوع من الانشطه. وخصوصا تنشكروا الشكر الجزيل للاساتذه والفاعلين التربويين اللي هما ساهموا في هذا النشاط هذا. علاش؟ لانهم هما سهلوا لنا الفضاء والتواصل مع التلاميذ، لانهم هما اللي وصلوا لنا اننا خلاونا نتواصلوا مع التلاميذ. وتنشكروا حتى الدرك الملكي اللي الحضور ديالهم وعطاو واحد المجموعه ديال المعلومات للاطفال ديالنا، والانتماء ديالنا ولا التوصيات ديالنا اننا نحاولوا ما امكن ان هاد التوصيات اللي خرج بها هذا الاسبوع هذا اننا نقللوا من حوادث السير وتكون الرساله نبيله. زهراء محام كندرس في قسم الزات، كنخرج من مدرسه الامل. وكنشكروا بزاف جمعيه مجلس دار الشباب لانهم احتفلوا معنا اليوم الوطني للسلامه الطرقيه. وكنشكرهم لانهم علمونا بزاف ديال الحوايج، علمونا كيفاش نقطعوا الشارع واننا ما بقاش نلعبوا فيه ونحترموا علامات كان المستوى ديالي السادس. كنشكر هذه المدرسه مدرسه الامل، كنشكر الجمعيات مجلس دار الشباب اسلموس جاو شكر جزيل لانهم جاو وراونا كيف نديروا نقطعوا الشانطي ونبقاو نشوفوا الليمون والليسان والليمون ما نبقاوش نلعبوا في الشانطي. حسين كندرس في القسم السادس في مدرسه الامل. كنشكروا هاد الاخوه اللي جاو داروا لنا هذا النشاط في المدرسه ديالنا وعلمونا بزاف ديال الحوايج، علامات الانتباه، المنع والاجبار، وعلمونا ايضا باش ما نبقاوش نلعبوا وسط الطريق ونحترموا ماما الراجلين ونحترموا القوانين. كندرس بالقسم السادس في مدرسه الامل. اش تقول عن النشاط اللي دار هنا تعلمنا بزاف الحوايج منه بحال دور ماما الراجلين وعلامات الانتباه، منع الاجبار الدراجات الهوائيه واحترام الاسبقيه والقوانين والعلامات الثلاثه وسائق الدراجه الهوائيه وكنحترم القوانين الاسبقيه للراجلين والعلامات الطرقيه.